لما ترفع بلاطة واحدة في قصر خديوي مهجور وتلاقي تحتها كنوز وفخامة الخديوي توفيق، ده مش فيلم، ده لغز حقيقي. القصر ده بناه الخديوي توفيق سنة 1888 في حلوان، هدية لحبيبته أمينة إلهامي. كان فندق عين الحياة اللي الناس كانت تيجي تستشفي وتعيش أحلى أيامها، اجتماعات حكومية، حفلات ملكية، والأميرة عين الحياة عاشت فيه، كان رمز الفخامة والحياة الملكية. بعدين اتساب للإهمال، تحول لمكان تسكنه الثعابين والأشباح، وصار وكر للجرائم والمخدرات. لكن المستكشفون اكتشفوا السر، تحت البلاط المهالك أرضية فسيفساء ملكية أصلية مذهبة، رسومات النيل والأهرامات، وصندوق سري. الخديوي خبى كنوزه عشان تحميه. القصر ده دليل إن تحت كل حجر سر تاريخي. لو عجبك اللغز شارك الفيديو دلوقتي عشان الكل يعرفه، واحفظه. اكتب في الكومنت نرجع له مجده.